أهلا بكم أصدقائي المشاهدين في كل مكان بعد هذا الفاصل مباشرة. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن اللقاء الذي تم بين السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة والجالية المصرية الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية. يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف أبو المصريين الحاج عادل جابر عضو الجالية المصرية في الأردن. أهلا بك يا حاج عادل. مساء الخير، مساء الخير ومساء الوطن الجميل. مساء الوطن الجميل يا حاج عادل، واهلا بحضرتك معانا. الله يمسيكم بالخير، وانتم البرنامج اللي هو الصوت والصوره والنفس للمصريين في الخارج. يا رب يخليك يا حاج عادل يا رب يخليك. واحنا يعني دايما كلماتك الطيبه دي ومحبه الجاليه المصريه لينا في الاردن وفي كافه الجاليات المصريه دي بتدينا الحافز ان احنا نقدم احسن ما عندنا يا حاج عادل. الله يقويكم، الله يقويكم يا رب. في البداية يا حاج عادل احنا كنا أول ناس طلبنا من وزيرة الهجرة بعمل هذا اللقاء مع الجالية المصرية في الأردن لو تتذكر. نعم ومشكور خيركم كتير قوي 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 للمجهود اللي عملتوه والتواصل معالي الوزيرة بالجالية المصرية كان من خلالكم وبناء عن طلب أبناء الجالية في الأردن. تمام، ده شيء معروف والكل بنقدر لكم الجهود. انا اتكلمت عن يعني اكثر الاسئله واكثر الاجابات اللي جاوبت عليها يعني وزاره الهجره، لكن احب اعرف منك ايضا وخاصه ان حضرتك هتقول لنا يعني ما بين السطور ويعني وتداعيات هذا اللقاء ونتائجه ما بين الوزيره وبين الجاليه المصريه في الاردن. هو والله انت كفيت ووفيت في الشرح بجميع كل الجوانب اللي كانت موجوده في قلب اللقاء مع معاليها. وطبعا احنا طبعا بنتقدم بكل الشكر لمعالي الوزيره، نتقدم بكل الشكر كمان لسعاده الامين عام الجاليات اللي هو اداروا الحوار الاستفسارات اللي كانوا عايزينها المصريين، بل واضافوا ما لا يعلمه المصريين في الخارج. تمام. تمام. وكان جميل جدا وكان ممتاز وكان رائع. تمام. الوزيرة يمكن قالت يا حاج عادل على موضوع سيارة بدون جمارك انها فرصة للجالية المصرية الموجودة في الاردن، لان هناك اتفاقية ما بين مصر والاردن، فيعني الجمرك على السيارة هيكون بسيط مش هيبقى كتير. دي كانت اضافة جميلة جدا بشرح الوزيرة اللي هي اتقدمت بيه، وخاصة الاجاريد اللي بين الاردن او الاتفاقية اللي بين الاردن وبين مصر. ده سهل كتير قوي قوي كتير قوي، ما حدا كان يتصور ان كانت في عقبات بالنسبه للموضوع ده وخاصه للاردن. تمام يا حاج عادل. كان جميل جدا. وايضا من اهم الحاجات برضو اللي اتحدثت عنها ال 100 جنيه تامين، 100 جنيه فقط لا غير. هي اتحدثت كتير عن اشياء، معلش بعد اذنك استاذ امين. اتحدثت كتير جدا عن اشياء، وكانت معظمها هي ما كانتش في القدر الاكبر، هي كانت ردا على تساؤلات او ردا على بعض الامور يعني. واللي كان يميز اللقاء بتاع سعاده الوزيره في وجودها المره دي ان معاها كوادر من جميع المؤسسات اللي هي تخص المصريين وخاصه المصريين الاردن. بالظبط. يعني كان موجود من التعليم العالي ردا، وكان موجود وكان ردت على التجنيد، وردت على يعني جميع الاستفسارات اللي عرضت عليها كانت هي عندها الرد الكافي. ردت بشكل حرفي ومهني جدا 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 وبسيط، استوعبوا كل الناس اللي حضرت، استوعبوا كل الناس اللي اتبلغ لها الكلام ده. وكان هناك ايضا عدد من المستثمرين كانوا متواجدين داخل هذا اللقاء والاستثمار في مصر ايضا يا حاج عادل. كانوا موجودين عدد من المستثمرين، وكانوا موجودين عدد من رجال الاعمال، وكانوا موجودين عدد من العماله بكافه انواعها، وكان عدد من المواطنين كمان المصريين المتواجدين في الاردن. تمام. عرضوا بعض المشاكل واخذتها الوزيره بعين الاعتبار جدا جدا جدا، وعرضوا كمان متطلبات، وكان موجود من الطلاب اللي عرضوا استفساراتهم، وكانت الاجابه كافيه بالنسبه للطالب على الامتحانات اللي كان بيتعمل مره واحده بس خليته فصلين دراسيين.
وكان موجود من التعليم بالظبط. وكان موجود. كان اجتماع يعني كافي جدا 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 للرد على بعض الاستفسارات. وهناك بعض الاسئله او بعض اللي احنا نقدر نقول عليها او بيتقال عليها طلب لحل مشاكل، فاخذتها الوزيره بعين الاعتبار لعرضها على الجهات المسؤوله او عرضها على الوزارات المختصه. تمام. واعتقد ايضا يعني وجود معالي سفير مصر في الاردن داخل هذا اللقاء، واستمع يعني للمشاكل على ارض الواقع بقى، يعني الكل موجود على طاوله المفاوضات، كانت كله موجود على طاوله الحوار. تمام. والطلبات واستجابه الطلبات في حينه. ما هو الجميل ان كل المؤسسات يعني مندوب من كل مؤسسه موجود، فالسؤال موجود واجابته موجوده برضو يعني. يعني كان من ضمن اللي هي المشاكل او من ضمن اللي هي المطلوب استفسار عنها. احنا بلاش نقول مشاكل، الاستفسار عنها اللي هي الطلاب المصريين المتواجدين لفترات طويله في مصر وعايزين يرجعوا مصر في فترات معينه، يعني عايز قدام منه شهر 15 يوم و20 يوم، بيلاقي ان المده بالطول هناك وممكن ان هو يفقد حاجه من عمله كان بيعمل. فكان هناك الاجابه بالربط الالكتروني اللي مع وزاره اللي هي مع اداره البعثات تمام المصريه ومع التجنيد ان هو ينزل يومين يخلص موضوعه. تمام. كان هناك استفسارات عن من الطلاب، كان هناك استفسارات من المواطنين، بعض الامور اللي هي تتعلق بالتامين الصحي. كان افضل شرح التامين الصحي وشرح التامينات. تمام. فكان ده انجاز عظيم ان انا اشرح واوصل المعلومه. وطبعا لما بتوصل المعلومه دي طبعا من ان احنا خلينا لا بنجامل ولا ان احنا بنتكلم. الطير المسافر هو اللي وصل المعلومات دي كلها، كافه المعلومات دي. 3 ساعات الحوار اللي كانوا موجودين بحضور سعاده الوزير وبحضور كافه المسؤولين والرد على الاستفسارات كان يرجع للطير المسافر. وانا حقيقه حاج عادل انتهز الفرصه ان انا موجود على الهواء، ويعني نشكرك بصفتنا برنامج الطير المسافر ان احنا برضو يعني اسئله واستفسارات ومشاكل كتيره جدا بنطلبها منك، ودايما يعني الحل بيبقى موجود. فانا يعني بشكرك فعلا يا حاج عادل على مجهودك وتعاونك الكبير جدا مع الاعلام وبتحديد الطير المسافر. انا موجود وتحت امر اي واحد يطلب مني الخدمه. انا عارف قدر المستطاع دون الدخول في شؤون دوله مضيفه احنا ضيوف عليها، ولا دخول في شؤون اعمال سفاره وقنصليه هي تعمل. احنا ما علينا لان احنا بقالنا فتره طويله مع المجتمع الاردني 40 سنه، ففاهمين الارض وفاهمين الميدان وفاهمين مش عارف ايه وفاهمين كيف تحل الامور الطرق الوديه. تمام. لا احنا طبعا يعني بنقدم كل تحيه وتقدير للحكومه الاردنيه والشعب الاردني على تعاملاتهم الراقيه والجميله جدا مع المصريين. ويا حاج عادل انا عارف ان يعني في علاقات مصاهره ونسب ما بين اردنيين ومصريين، فيعني احنا بلد واحده يعني. عشرة عمر فعلا، عشرة عمر فعلا يا حاج عادل. عشرة عمر. اما انا ليا احنا طبعا خليني انا الخص باني اتمنى ان سعاده معالي الوزيره تكون دائما على اتصال وتتكرر تلك اللقاءات. تمام. الثانيه هي وعدت بده فعلا في اللقاء اللي انا شفته. انا بعرف الصعيدي لما بيوعد بيوفي. ايوه. وهي صعيديه. ايوه ما هي قالت برضو ايوه وهي صعيديه. وكان لقاءها جميل جدا 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 جدا، نازل لكل اتفهم شرحها للسياره. هو كان عليه لغط كتير امين بيه بالظبط، وبدا اللغط ده ينفك من برضك الطير المسافر في الاسبوع الماضي لما جاب سعاده الوزيره وشرحت ايه هو السياره اللي بدون جمال التخفيضات الغير مسبوقه. بالظبط يا حاج عادل. فك كتير من العقد. بالظبط فك كتير من العقد.
بالظبط. هناك في قرار صادر من معلش مع احترامي لجميع القرارات وجميع مش عارف ايه، بس الاستفسار افضل من العتاب. تمام صح. صح. فيستفسر الواحد افضل من انه هو عاتب. طبعا هو طبعا. مش عتاب، هو قرار صادر من دوله صاحبه سياده وصاحبه قانون بان استضافه المصريين اللي عايزين يجوا على الاردن عن طريق السياحه. بالظبط. ده قرار دوله وقرار حلو قوي وجميل جدا 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 للجديه. جميل. بالزبط. ولكن في لغط في قلب انا افهمه وحضرتك تفهمه واللي بيقراه بيفهمه، بس معظم اخواننا واولادنا صار عندهم اللي هو المنصه انك تسجل على المنصه قبل 3 ايام من دخولك للمملكه. تمام. هل القرار ده يشمل العماله المصريه المرخصه صاحبه التساريح بالخروج والعوده؟ تمام تمام. ولا كما سابق، ولا هو كان سابق ان العامل المصري حامل تصريح العمل عايز يسافر بيطلع على المطار بيروح على الطياره يسافر لان راجل يعمل هناك. القرار اتكلم عن الزيارات وعن المهندسين عن العائلات عن الناس مش عارف ايه. يعني المقصود منه ان هو لاول مره. تمام. اللي هو المقيم او الدائم يعني يكون في توضيح من اي جهه مسؤوله للناس دي عشان الناس دي تتحدد بالذات العاملين في الاردن او العماله المصريه في الاردن اللي عايز يروح يا عايز منصه يا مش عايز منصه، لان في بعض. تمام حاج عادل، هنبعت يا حاج عادل النهارده ان شاء الله هذا الاستفسار، وان شاء الله هيبقى على صفحه البرنامج خلال اليومين الجايين الاجابه ان شاء الله. حاج عادل انا سعيد جدا بوجود حضرتك معايا النهارده وشكرا على هذه المداخله يا حاج عادل يا ابو المصريين بالاردن. الله يرضى عليك ويطول عمرك ويخليك. واولا خلينا احنا تعدينا الوقت وتعدينا من غير ما نقدم كل التحيه وكل الاحترام والتهاني لاخواننا شركاء الوطن. كل سنه وشركاء الوطن طيبين وبخير وفي احسن حال يا رب ان شاء الله. كل سنه واحنا طيبين. ايوه. اقباط مسلمين واقباط مسيحيين كل سنه واحنا طيبين. يا رب دايما طيبين وبخير ومصر في امن وامان. شكرا لحضرتك يا حاج عادل، شكرا جزيلا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. انا على العموم انا سعيد جدا بالمداخله وسعيد جدا بلقائك وسعيد جدا بكل الامور اللي احنا بينا وبين بعض ما بيظل الا الخير. شكرا 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 يا حاج عادل، شكرا.